مساء الخير عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ عامله لكم النهارده اكله بقى جميله من الزمن الجميل بجد، سهله وبسيطه، ولا لحمه ولا فراخ ولا اي تكاليف، حاجه كده ما تكلفش معاكي القصه كلها على بعضيها، ما تكلفش حتى 30 جنيه. احلى من اللحمه ومن الفراخ. اللهم صل على سيدنا محمد. نبدا كده نشوف هنعمل الاكله ديت ازاي. حطيت يعني معلقتين زيت كده وشوحت فيهم البصل تشويح، كل حاجة تبقى مجرد تشويح، عشان أنا كمان يعني ما عنديش شوربة، فعشان كده بحاول أعمل شوربة تبقى طعمة كده تخلي الأكلة جميلة ولذيذة. نزلت عليها بمعلقة توم، وبرده هنزل التوم مفروم طبعا، برضو هشوحه كده تطلع بس ريحته كده. كل حاجة هعملها هشوحها تشويحة بسيطة كده. برضو هنزل بالقرن الفلفل دوت، ده فلفل عادي، لو انت عايزه تحطي فلفل حامي تمام هتبقى احلى واحلى، بس انا عندي يعني حد تعبان مش بيقدر ياكل الحاجات اللي هي الحراقه يعني. برضو مجرد تشويحه تشويحه، كل حاجه، انا مش عايزه حاجه لا لونها يغمق ولا اي حاجه. نزلت برضو بطماطمية كبيرة كده او طماطمتين صغيرين حسب الموجود عندك، ياخدوا مع بعض تشويحة حلوة كده. نعمل الاول احلى شوربه، لازم يبقى معانا شوربه حلوه قوي عشان الاكله دي تبقى حلوه، يعني الاكله دي بتعتمد على ان الشوربه بتاعتها تكون شوربه حلوه. اللهم صل على سيدنا محمد. نزلت بقى بشويه فلفل، نزلت كمان باتنين ماجي، لو كان عندي شوربه في التلاجة كنت حطيتها خلاص، ما كنتش هستخدم الماجي، بس انا مستخدمه الماجي دوت عشان انا هحط ميه عشان ما عنديش شوربه. اتنين كده من الماجي. اللهم صل على سيدنا محمد. شوية ملح، ونقلب بقى الكلام دوت كله مع بعضه. الملح طبعا بيبقى حسب الذوق يعني حسب الرغبة. شوح الكلام الحلو ده لحد ما احس ان له ريحة حلوة كده طالعة. نبدأ ننزل عليه بعد كده بالمية. كمية المية يعني بتبقى كمية معقولة كده بالنسبة للحاجة اللي انت هتحطيها. ايه بقى الأكلة بتاعتنا؟ الويكة. شايفين الويكة؟ بتتغسل، بتتنشف، بتتقطع بالطريقة اللي انتوا شايفينها ديت. وبعدين ازاي بعرف انها استوت؟ الحبوب اللي جواها البيضة ديت تبقى لونها بامبا، كل ما هتبقى بامبا غامق شوية كل ما هعرف انها استوت. بس ننزل بقى بالويكة الجميلة بتاعتنا ديت زي ما كانت امي بتعملها، الله يرحمها. كانت بتعملها بالطريقة دي، كنا بنحبها أكتر من أي حاجة في الدنيا، أكتر من اللحمة والفراخ، أكتر من أي حاجة. حاجة كده لذيذة، هاتي بس انت عيش وكلي، كلي، مفيش حاجة هتخليكي تقومي، ولو جنبيها كمان شوية بتنجان مخلل يا سلام. بس زي ما انتوا شايفين كده، سبتها بقى غلت غلوة، وبعدين وطيت عليها النار وسبتها لحد ما استوت، وفعلا بدأت، شايفين الحبوب بقت لونها ازاي، لونها بامبا ازاي. بعد كده جبت بقى طاسة صغنطوطة كده فيها معلقة سمن بلدي حلوة، سمن بلدي، معلش السمن البلدي كان معلقة كان فيها شوية قشطة، فعاملة لي الفوران الرهيب ده، مش عارفة ازاي عمالة اشيلها واحطها من على النار لانها معرفش فايرة ليه كده. ونزلت عليها بنص معلقة من الكزبرة، نزلت عليها بنص معلقة من الكزبرة، وكده لحد ما تحمر كده تاخد لون، يعني تاخد لون حلو كده ذهبي. نزلت بيها على الويكة وخلاص كده. سهلة بسيطة اقتصادية جدا، تفتح النفس جدا جدا، من الأكلات بجد الجميلة اللي كل المصريين بيعشقوها. يمكن دلوقتي ما حدش بيعملها كتير، بس بجد هي حلوة قوي، وصفة اقتصادية في الزمن الجميل اللي احنا فيه ده. ايه رأيكم في شكلها؟ والله اعملوها، اللي مش متعود يعني يعملها هيدمنها، حاجة تحفة وطعمها جميل. غمزي بقى وشوية بتنجان مخلل، شوية ترشي، أي حاجة جنبيها، حاجة تحفة. يا رب تعجبكم. تصبحوا على خير.